اقدم لك نفسك كابتن اسامه نبيه، انا واحد من الجمهور اللي بيشحن كارت فكه ب5 جنيه عشان طالع هاجم حضرتك. لو ده يعجبك يعني اعتبر ان انا عم الجمهور. انتوا نسيتونا خلاص. انا الجمهور اللي انت اصلا بتلعب علشاني. انا الجمهور اللي بملى مدرجات وبدفع فلوس وباجي وراك هنا وباجي وراك هنا. انا الجمهور اللي بتحرق دمي. انت مستخسر كمان فيا ان انا اقول لك ان انا زعلان ان انت طلعت من كاس العالم؟ انت مش عايزني كمان ازعل؟ انت فوق النقد، انت مش عايز حد يكلمك؟ يا عم انا راجل من اللي بدفع كارت شحن 5 جنيه وشفت القرف والعك اللي انت عامله. ايه يا عم اللي انت عامله في الملعب ده؟ انت ما لعبتش كوره بجنيه وطالع زعلان ومتنرفز وعمال تتعصب. انت عم بتعصب علينا احنا. كل تصرفاتك غلط، طريقتك لعب وحشه قوي، ولعبك قديم وبلدي. لعبك بلدي قوي، قديم فعلا زي ما قال لك ابراهيم فايق. يا باشا انت مفيش حتى متعه. عادي ان احنا نخرج رغم ان دي حاجه تضايق يعني، بس عادي ان احنا نخرج، بس ما تخرجش كده يعني. تصريحاتك حتى يا اخي بالنسبه لي مستفزه جدا. مش هاين عليك حتى تعتذر؟ متكبر انك تعتذر وايه انا مش فاشل يعني؟ كل شويه تقول له ايه؟ لا انا مش فاشل. امال الفشل بالنسبه لك يبقى ايه؟ لو ده مش فشل لما انت تخسر ماتشين وتكسب لي ماتش في اخر دقايق، ده ومفيش كوره يعني. سيبك من الكلام ده كله، ومفيش كوره ولا عارف قوانين ولا عارف لائحه ولا عارف عندك كام انذار، وقاعد مستني يقولوا لك، والناس عندك لعيبتك فرحت وانت ما فرحتش. انت يا عم انت مش فاهم حاجه، انت مغيب نايم. انا شايف والله يا كابتن اسامه الواحد ياخدك معاه في خناقه، ياخدك معاه مثلا تجيب الفلوس عند حد، لكن ما ينفعش تبقى مدرب كوره يا كابتن اسامه. ده وجهه نظري بصراحه. ولا طريقتك ولا اسلوبك ولا تفكيرك ولا اللي احنا شفناه في الملعب ولا اي حاجه. طريقتك حاده جدا، هجوميه جدا، مش متقبل اي كلام، عصبي جدا. يا راجل ده انت ابراهيم فايق جابك قبل ما تسحب لنا واحد اسكندراني، عمال متخلق ومتنافس، يقول لك اهدى اهدى. انت عم تنافس ليه؟ متعصب ليه؟ ما تطلع يا عم وقول انا اسف، حقكم عليا. مستكبره يعني؟ والله العظيم انت كنت شويه شويه خلاص يا عم هتقوم تضربنا. يقول لك اتحاد الكوره طلب مني محاوله التاهيل. انت عارف انت قلت ايه؟ انت عارف يعني ايه؟ يعني يا جدعان انتوا مفيش يا جدعان في حاجه اسمها كده محاوله ان انت تتاهل؟ محاوله؟ وقال انا بعد ما اتاهلت قالوا له اللي كده خلاص تمام كده اتعشت احنا كده 100 100. ايه يا جدعان العك ده؟ ايه المنظومه دي؟ مش ممكن. ما احنا عايزين الكوره تتقدم ازاي لما كانوا المسؤولين بيقولوا كده للمدرب الوطني اللي هو يا باشا انت لا حاول بس تتأهل يعني. ولما تأهل قال لك بس ده احنا كده يا باشا 100 100، ده اتعشت على كده. وحياة امك وحياة امك انت وهو، دي الكوره في منظوركم؟ دي الكوره اللي انتوا عايزينها؟ دي الكوره اللي احنا بنقعد نستناها ونتفرج عليها؟ انتوا شايفين ان منتخب مصر يتعامل معاه كده؟ ايه العك بتاع المنظومه ده؟ ايه الفساد ده يا جدعان؟ ده انتوا كلكم رايحين في داهيه. بيقول لي البهيمه انا اقصيت اقوى فريق في البطوله. ما انت طالع يا عم بضربات جزاء، او انت يعني فشخه في الملعب؟ ما انت طالع بضربات جزاء ويقول له ان شاء الله حتى اكون طالع صدفه. ايه يا عم التصاريح دي يا عم؟ يا جدعان ما تخلوا الكلام يعدي على مخكم شويه يا جدعان. ده انتوا قدام شاشه يعني، احنا ممكن نغلط نقول حاجه نقع عادي يعني. اتفرج علينا ايه يا عم؟ 10 10000 15000 1000 يا عم 200 قرايبي. كلام مش هيبقى موزون زيك. عدي يا باشا الكلام على مخك الاول قبل ما تقول ان شاء الله. يعني ان شاء الله يا عم طلع صدفه؟ ايه يا عم ده تصريح ما يتقالش يا كابتن اسامه. الراجل بيقول له انت عارف ان انت ما طلعتش معاك باك رايت؟ معاك 4 باك رايت ما طلعش ولا واحد. يقول له لا ما انا بجيب نائل باك رايت. قال له طب نائل ده قاعد هجوم. يقول له لا ما هو نائل بيلعب هجوم ومركز 8 وباك رايت. ايه يا عم هو الفريق كله نائل؟ طب ما هو نائل ده قاعد معاك 3 4 ماتشات ما جابش ولا جول، والناس اللي سجلت معاك انت ما خدتهاش اصلا. ايه نائل؟ الراجل كل قال كلمه نائل دي 30 مين نائل ده يا عم؟ انا ما اعرفش نائل اللي انت بتقول عليه ده. بيقولوا بيلعب في كل المراكز. ما هو ما اداش في ولا مركز يعني هو ما اداش في ولا مركز، يقوم طالع من غير باك يمين وحطيته انت هجوم وما عرفش. انت ايه العك اللي انت بتعمله ده؟ قال لك اصل اللعيبه بتجيلي عايزه تلعب بيها في الاماكن اللي هي عايزاها. واحد جايبه جناح يقول له لعبني باك رايت، واحد جايبه وسط ملعب. مش واخد بالك ده ما احياش بالنسبه لك حاجه يعني؟ ده ما ادكش حاجه ان كل لعيب جاي بيقول لك لعبني في الحته الفلانيه؟ ده ما شافش انتباهك لحاجه خالص؟ اللي هم شايفين المدرب مش يعني مش احسن حاجه؟ ولا ده عادي بالنسبه لك ان ده يحصل؟ مصيبه اصلا اللي لاعب صغير لسه تحت السن 20 سنه يجي لمدرب يقول له لا انا بلعب هجوم بس انا عايز العب شمال، انا جاي عندك العب شمال. ايه يا عم؟ والتاني يقول لا حط لي انا يمين. انتوا جايين تهرجوا انت يا عم جاب شويه عيال، جاب شويه عيال تهرج. اه والله لا انت هم بيهرجوا، انتوا الاتنين بتهزروا. ده منتخب مصر، ده منتخب مصر اللي احنا قاعدين بنقعد نتفرج عليه ويتحرق دمنا عليه. كل واحد في وادي، كل واحد بيفكر في مشروع عيال صغيره. اقول ايه والله 4 5 لعيبه ما لعبش منهم، اكتر واحد لعب منه 20 دقيقه. بيقول لي ليه؟ يقول لي اصل انا كنت شايلهم محوشهم للادوار اللي بعد كده. طب ما انت ما صعدتش، انت ما صعدتش، شايلهم الادوار اللي بعد كده فين؟ شايلهم امتى؟ يقول لي انا معايا لعيبه لسه بسلفانتها. يا فرحتي يا فرحتي يا عم، سلفانتها ايه يا عم؟ واحنا هو انت ديلر؟ هو انا يا عم جاي اسكور منك يا عم تقول لي بالسلفانه؟ سلفانه ايه ما انت ما صعدتش. بتحوشه
انت يا عم انت بتتكلم في ايه؟ والراجل يقول له مش حاسس انك غلطان، يقول له لا انا مش غلطان، انا 100 100. انا استفدت ايه بقى من اللعيبه اللي انت واخدها معاك وحوشتها؟ انت افدتني في ايه؟ ما انت طلعت من البطوله. صح يا كابتن اسامه، ردك مستفز وطريقتك مستفزه ووجودك ما اقنعتنيش بالمره، ووجودك في المكان ده اكبر دليل ان المنظومه دي كلها غلط غلط، ده فشل. انتوا بتسالوا لسه يا جماعه احنا ما بنحضرش منتخب مصر ليه ومش بنتابع منتخب مصر ليه؟ من اللي بنشوفه، من اللي بنسمعه، واللي ماسكين الليله واللي ماسكين المنظومه عك في عك في عك، وفي الاخر يجي يقول لك، يجي واحد شاحن باقه ب5 جنيه يتكلم عليا ويقيمني. مجنون يا عم، ما تخلينيش اسحب لك اللي كنت عايز اسحبها في البرنامج، يعني هسحبها لك انا والله يعني.